السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا جدا جدا. هنعمل حمام محشي. يلا ندخل مع بعض على الطريقة على طول. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده هم دلوقتي فتح لنا بقى ايه البطن بتاعت الحمام اهو، بيطلع الحاجات اللي فيها كلها. بصوا ده حمام ايه، الجلد بتاعه ما شاء الله مطاط يعني اهو. ايوه. ودي بقى يا جماعه صدور بانيه جاهزه على بعضها اهي كده، الصدر مش متقطع ولا اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين كده. لما نروح البيت هنشوف وصفه الستريبس اللي هنعملها ان شاء الله. شكرا يا معلم، شكرا يا معلم. دي الكبد والقوانص اهي بتاعت الحمام زي ما انتوا شايفينها، عشان نكمل بيهم الحشوه من جوه. ايوه اهم حاجه اللي حطيتها دي. قلتيها كلمة. دوس على دي بس كده، دوس على دي. ايوه. يمكن اخواتي فربنا والله العظيم اللي انتوا عايزينه انا عيني ليكوا يعني. والله العظيم. نعم يا اختي. ب 64. مية مية. ودلوقتي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين حالا، طبعا اشترينا الحمام من عند الراجل وظبطناه كويس جدا. نيجي بقى على البيت بسرعه ونبتدي نعمل الحشوه بتاعته. حطيت سمنه بلدي انزل عليها دلوقتي بالبصل المفروم زي ما انتوا شايفين حالا كده. واول ما نزلت دلوقتي على طول بالبصل هنزل بمعلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل صغيره. طبعا شغل الملح معانا هنا عشان البصلايه تدبل على طول. بصوا يا حبايبي حالا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بالكبد والقوانص بتاعه الحمام، تمام. وهديلها تشويحه كمان كده مع البصل على طول. وكمان يا حبايبي معايا دلوقتي كوبايه ونص رز مصري مغسول ومنقوع حوالي 10 دقايق او 11 دقيقه، تمام كده. كوبايه ونص رز مع 3 بصلات متوسطين مفرومين في الكبه، ونزلت عليهم بكبد وقوانص من بتاعه الحمام. دول يحشوا معانا 3 فرد حمام من اللي هو بياخد حشوه الرز كتير، اللي هو الحمام الرومي او اللي هو الجلد بتاعه المطاط، يعني الحمام المطاط، تمام كده. وادي دلوقتي الخلطه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها مستمرين في التقليب. حالا كده نزلت بالرز زي ما انتوا شايفينه وهقلبه على طول مع البصل والكبد والقوانص بتاعته والملح والفلفل الاسود. نزلت كده عليه دلوقتي بكوبايه ميه سخنه زي ما انتوا شايفين حالا اهو كده يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين الميه بتاعته اتشربت اهي خالص بعد ما وطيت النار عليه جدا. هغطي بقى كده واسيبه كمان 10 دقايق. ودلوقتي حالا يا حبايبي كده بعد ما فات حوالي 10 دقايق بنزل الرز بيكون ناقص تكه. بصوا شايفين اهو مفلفل خالص. ثانيه واحده اقلبه لكم بالشوكه وتشوفوا مفلفل ازاي. بصوا اهو، بصوا اهو تمام. الرزايه برزتها اهي. يلا دلوقتي نبتدي في الحشو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي حالا كده كل الرز بتاعنا استوى خلص خالص. قلبناه زي ما شفنا، نقلبه مره كمان اهو. محطوط فيه الكبد والقوانص بتاعه الحمام اهو. حالا بقى التركايه الجامده جدا بتاعته ان انا احط عليه معلقه صغيره من القرفه الناعمه زي ما انتوا شايفين حالا كده. برشها كده اهو واديله التقليبه الحلوه بتاعتي اهو. وابتدي بقى ان انا ادخل القرفه
في الرز كله كده زي ما انتوا شايفين. يا ريتكم كنتوا معايا دلوقتي وشمين الريحه. اوعدكم ان شاء الله هنعمل احلى وقت ان شاء الله نتقابل فيه كلنا مع بعض ان شاء الله. ربنا ييسر لنا كلنا الحال يا رب. بكده قلبنا الرز بتاعنا خالص اهو بالقرفه اللي احنا قلنا عليها. يلا نروح للحشو مع بعض. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده دلوقتي احنا شغالين اهو في حشو الحمام. اوعى بتدوري الحمام هتعضك. فين هنضربه؟ هوريكم دلوقتي شغل حمام هايل هايل هايل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده احنا بنحشي من تحت الجلد. احنا طبعا بنسففه بايدينا، معنى بنسففه يعني بنعمل فاصل ما بين الجلد واللحم بتاعه. طبعا في ناس كتير جدا برضو احنا بنحترم طريقتهم اللي هم بيحشوا الرز بتاعه في البطن. لا احنا مش هنحشيه في البطن بس، احنا هنحشي في البطن وما بين الجلد واللحم. تمام. معانا ده الحمام الرومي او الحمام جلد المطاطي، عشان برضو وانت بتشتري من عند بتاع الفراخ تبقى عارفة بتشتري ايه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الجلد بتاعها كده بيشد معانا واحنا بنحشي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ما شاء الله الله اكبر. بصوا شايفين، بصوا شايفين طولها على كف الايد هي قد ايه. ما شاء الله اللهم بارك. يلا نكمل بقية الحشو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو كده ما بين الجلد واللحم احنا حشيناها. ولازم طبعا قبل اي حاجة تبقي بتوزعي الرز عشان ما يتكون. حبايبي ايه رايك في الحمامه؟ يلا سلمي على حبايبك. سلام على حبايبي. حبايبي قلتلي سعادة وتنسوش تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وتشتركوا في قناة سعدت مع مننا يا حبايبي. ان شاء الله هنعمل ودايما مساحة سعادة وعلى النهاردة هنعمل فيديو حلو اوي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وتشتركوا في قناة الست وماما واشتركت في قناة الست وماما وتقولوا ايه رايكم في المتابعة. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده حالا اتحشى الحمام اهو زي ما انتوا شايفينه. ما قفلتش البطن بتاعته خالص من تحت. الحمامة النهاردة عملت حمامة محشي. يلا ورينا بقى الحمام اللي انت عملتيه. عسل يا قمر، عسل عسل ما شاء الله عليكي. أكتر حمامة نضيفها حبايبي. احنا هنسقي دي في الفرن وهنسقي تاني وهنشيلها وهناكلها ايه وهنقول ده حلو اوي. يبقى ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة الست وماما مش هتعمل أكلة جامدة بس. يلا نسويها مع بعض. يلا نسويها مع بعض. انتوا عارفين ان احنا هناكل ايه ولا انتوا مش عارفين؟ لا عارفين احنا هناكل ايه. احنا هناكل ايه النهارده؟ احلى حمامة محشي. وايه تاني؟ انتوا هنعمل ورق عنب وبتنتين وتوسة ولا انتوا مش عارفين حاجة؟ لا عارفين. يلا بقى نحطها في التوستة شوية يتعمل وناكل. ماشي. عارفة يا ماما لما كانت في البلكونة كده في البلكونة بيبقى عامل عمالة تمشي كده ويبقى يمين مش عايزة تنام يبقى تفضل صحية كده. يلا ننيم الحمامة على السرير. يا بنت اصحي يا بنت انت يا مريضة يا بنت.
ساعتها تصحى. انت عايزاها تعمل ايه؟ تصحى وتنام على السرير. تصحى وتنام؟ انت عايزه يلا بت. انت عايزه تودي بص نام عايزه توديهم فين؟ على السرير جوه. اغطيك بالبطانية. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزة اغطيكي بالبطانية يا بت. ماشي. تدلعي بقى صح؟ طب قومي يلا امشي من هنا. شايفة. طب مسؤوليتي كنتي. تعالي يا قمر عشان تاكلي. لا تعالي يا قمر. انا مستعينة. طب تعالي يا قمر. ايه سمي ايه؟ مالك يا قمر؟ عايز دعانة ما عايزة تدايت. مالك؟ دعانة عايزة تدايت. جعانه عايزه تاكلي عشان عامله دايت؟ طب هتاكلي ايه؟ محشي. هتاكلي محشي؟ عامله دايت وهتاكلي محشي؟ ورق عنب بارد. وورق عنب برضو؟ وايه تاني؟ ممكن تاني. وبتنجان وكوسه؟ وانت عامله دايت؟ طب يلا يا جماعه. ايه ده؟ في ايه مالك؟ هي بتمشي من هنا. ليه 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 عمل لك ايه؟ عمل لك ايه الحمام؟ يا ماما ايه ده؟ مالك؟ لفي بقى كده. ماله؟ استنى بقى يا بنتي. استنيت اهو. مالك؟ يا بنتي ذنبي ايه يعني؟ ذنبك ايه في ايه؟ حد عمل لك حاجه؟ حد عمل حاجة. في ذنبي ايه بقى؟ قول. افرقع. تفرقعيها؟ مالك يا قمر؟ مالك؟ ده انا انا مش دايت حد ضايقني. حد ضايقك عشان عامله دايت؟ طب خلاص هروح اسوي الاكل وارجع لكم، عشان قمر خلاص مش قادره. مكتوب لها في الدايت بتاعها النهارده تاكل حمام ومحشي. تعالى رز اهي زي اللي تحت. جعانه رز من ده؟ طيب هنروح دلوقتي نعمل الحمام وارجع لكم. انتوا شايفين يا حبايبي حالا كده حطيت ميه على النار بتغلي فيها ملح وورق لوري. هنزل دلوقتي على طول بالحمام وانا ماسكاه من رجله زي ما انتوا شايفين، بقلبه يمين وشمال يا دوبك وبس ان هو يشد جلده زي الممبار لما بنزله ويتقفل. تمام؟ هو هيتقفل دلوقتي تلقائي كده من نفسه. انا ولا خيطته بابره وخيط ولا انا حطيت له تسبيكس ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين اهو كده. ماما مامي وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي حالا كده دلوقتي انا شغلت الفرن على نار متوسطة على 200 درجة. زي ما انتوا شايفين الحمام ما اتسلقش ولا حاجة، يا دوبك نزل شد حلو في المية بس يا دوبك دقيقتين لكل واحدة منهم. ودلوقتي الفرن بتاعتي بتسخن حالا، هدخله الفرن. يلا نلتقي قريب ان شاء الله. وحالا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده احنا طلعنا الحمام بتاعنا من الفرن. يا دوبك كل اللي عملناه فرشة بسيطة خالص من السمنة البلدي رشينا بيها كده. بصوا شايفين هي اللي اديت لها لمعة. بصوا انا قدام عينيكم اهو، ولا طلعته من الصينية ولا اي حاجة خالص. اكل الخير بيبقى خير كده سبحان الله، وهو في الحاجات الواسعة يعني. دي الفراخ الستريبس بتاعتنا ان شاء الله عملتها وانا هنزلها لكم في فيديو من وراه على طول. بصوا بقى ده كده المحشي بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفينه حالا. لانك دول شويه ميه مخلل بتوعي انا يا جماعه. ايه رايكم كده؟ بصوا شايفين الدخان طالع زي الفل اهو. ايوه بقى، يلا بقى ندخل على الحمام ونشوف هيعمل ايه فينا، ولا احنا هنعمل فيه ايه اصلا. انا شخصيا مش متوقعه له خير ان شاء الله يا حبايبي. لو كانت الوصفه بقى عجبتكم
يا ريت تجربوها، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة، وتعملوا لايك كبيرة قوي للأنسة قمر عشان طبعا ساعدت معانا كتير.